السلام عليكم. فعلا نصيب المغاربة القاطنين بمناطق استخراج الثروة الضخمة، نصيبهم هو المرض فقط. أمراض قاتلة وتسمم وتهميش. أغنى المناطق من حيث الثروة بالمغرب هي الأفقر والأكثر تهميشا من طرف الدولة. لا وظائف ولا تعويضات ولا رعاية ولا تنمية. هنا يطرح سؤال: ما الفائدة من وجود هذه الثروة أصلا؟ لما تتعامل الدولة مع هؤلاء وكأنها مستعمر يسرق ثرواتهم؟ المرض والتهميش. مثلا مدينة آسفي، وأسفاه على آسفي، وسكان آسفي، ومجتمع آسفي، وفقراء آسفي، وعلى الثروة آسفي. هذه المدينة الغنية بثرواتها المهولة يعاني سكانها من التسمم. إنه الكيماوي الذي يستعمل ضد الشعب المغربي. يقولون لسنا مثل سوريا. المتفجرات. يستعمل المكتب الغير شريف للفوسفات المتفجرات القوية لاستخراج الفوسفات. ينتج عن ذلك غبار قاتل وسام. أقل ما يقال عنه أنه يقضي على الأخضر واليابس، يدمر المحاصيل الزراعية البسيطة ويقتل الماشية، هات البهيمة ما عندهاش تخرج تقول، ويصيب السكان بعدة أمراض جلدية وعضوية وغيرها. قال لك بحال الضباب تماك وداك الشيء. هذاك هي الغبره، هذاك هو الصافوطه شويه تيطردق. هذيك الغبره هي المشيعه. هذاك هو اللي تعطي الامراض ديال السيليكوز وتعطي الاكثر ديال الامراض. Eine schmerzhafte Hauterkrankung plagt diesen Neunjährigen. Die Phosphatindustrie in Marokko macht krank. من أهم هذه الأمراض إنه السيليكوز، القاتل الذي يبدأ بقتل الطبقة الكادحة، العمال المهضومة حقوقهم والذين يعملون في ظروف غير مناسبة وغير إنسانية. يقتل السيليكوز كذلك السكان ويدمر أجهزتهم التنفسية. سيليكوز قتلنا في البلاد. الغرب لا حنا تقهرنا بالغبره. الغبره راه البهيمات راهم ماتوا كاملين. كل خطره يموتوا جوج بهايم. داوينا ما خلينا ما درنا لها. تجيني السخفة وسناني بسبب نصيبي ولا هقايا، ومني تيخرج الغاز تنسد عليا في الدار. كما أن استعمال المتفجرات يؤدي لإحداث هزات أرضية خفيفة تؤدي لخراب بيوت الفقراء، وتظهر التشققات وتسقط المباني بعد حين دون أي تعويض من المكتب أو من الدولة. الدار هات شوف الدار كي داروا لها. راه لوسيبي هو اللي خاص يعوضنا. راك تساليت وشتي الشق. هاد الدخول للدار ديالك كامله بشقوقه. وعندما يجد المكتب نفسه محرجا أمام جمعيات حقوقية يعطيهم تعويضات هزيلة، مثلا بيت ب30 مليون سنتيم يعطيهم تعويض مثلا بقيمة 5 ملايين سنتيم. كاين اللي عاطينا 14 مليون 12 مليون، الدار خاطر عليها 30 مليون 40 مليون. طاو 14 12 بنادم مقروح ما صاب ما ياكل، هاوش قدام فيهاش الدوله. انا دوك شهور على التصديرات عابرين لنا ما خلصيناش 3 مع 4 الخطرات ومشاو خلاونا. منشآت الOCP، منشآت المكتب الغير الشريف للفوسفات، تطلق الفوسفوريك في الجو وآلاف الغازات السامة التي تصيب سكان الإقليم بعدة أمراض. هذا نصيب المغاربة من ثروتهم. فالمدينة تعاني منذ سنين من مصانع الفوسفات التي أسفرت انبعاثاتها من الفوسفوريك عن أكثر من 100 إصابة وحالة إغماء عام 2011. صلاح الدين عابر يخبرنا المزيد عن معاناة أهالي آسفي مع التلوث الصناعي في المقطع التالي. المدينة تعاني سلفاً من مشاريع خطيرة، أن نذكر منها مثلا مصنع الفوسفات الذي سبب أمراض، وأكثر الأمراض في وسط المواطنين هي أمراض القلب، الشرايين، السعل، هشاشة العظام، الربو، الحساسية، ضعف البصر وإلى غير ذلك. ولا يخلو أسبوع دون أن تكون هناك تسربات جديدة من غازات هذا المصنع في المدينة، حيث أنه بعملية تخصيب لمادة الفوسفات وإحراقه للمواد الفوسفات والكبريت فهو يصدر غازات خطيرة تسبب اختناقات وسط المواطنين. ونذكر أن المدينة عاشت حالة خطيرة سنة 2011 حيث اختنقت المئات وسقطوا ونقلوا إلى المستشفى. تلوث المياه.
تؤدي أحواض المخلفات إلى تلوث مياه الشرب، إلى تلوث المياه الجوفية. السكان هنا ما يزالون يشربون من الآبار، فلا يوجد صنبور ماء صالح للشرب. ويشدوا لي قبرة معلمر، يشدوا لي هذه الحوايج في الناصرينهم، راهم كلهم ما تليناش نغسلوا، ما تلينا نصبنوا، ما تلينا نديروا حتى حاجه، الغالب الله ودي الشيء. لوسيبي خاطر الارض قال لهم بغيت نديها، قال لي نزع الملكيه للمصلحه العامه باش تخرج فوسفات، هي راه ما كاين لا فوسفات لا والو، بغيت يدير فيها احنا احواض، هاد الاحواض علاش؟ باش داك الوسخ ديال الفوسفات يعود يكبوا هنا، ودار هاد الحيط باش ما يخرجش الماء، وانتم تشوفوا هذه الحاله، ها هو الماء خرج لهم من منه وخرج لهم منه وخرج منه، وعاودوا تيزيدوا حيوط اخرين باش ما يخرجش، وهذا الماء الا مشى تخرج وطاك هاد القبيله فين غيبقاو الناس؟ عاد باش هذا الماء راكم عارفين باش من برودوي باش يتصل الفوسفات، راه هو تحت الاعماق المياه الجوفيه، راه الناس كاع البيئه العدد تسدوا. احنا غادي نمشيو نشوفوا هاد الناس غادي نسولوا مع الماء، قبيله الماء عندهم راه تلوث، راه مساكن راه واحد الحياه لا يرثى لها ديالنا، وديروا لو قالوا قاسين لو قالوا ديالنا والك الاولى باش البيئه ما بقاوش يدوزوا كاع البيئه كلشي خلص، البيئه توا بيئه بقى معاهم، شي تسد شي راه حتى الماء علينا منهم، حتى الحبوس من اللور من القدام، لا اله الا الله. راه داروا التحاليل الماء راه ما صالحش، اما حنا بالنسبه للبيئه راه تنشربوا، ولو تنشربوا في واحد الذوق باش يتلهيه، راه الغالب الله ما عندناش البديل. لم تستطع الدولة توفيره لهم، تستطيع الدولة فقط أخذ الفوسفات وانتزاع أراضيهم من أجل استخراج الفوسفات منها مقابل تعويضات تافهة. نتيجة هذا التلوث، تلوث المياه الجوفية، أسنان سوداء وماشية غير صالحة لا للبيع ولا للأكل. أما مربو المواشي فيقولون إن التلوث أتى على الأخضر واليابس، فلم تعد المواشي صالحة للبيع ولا لبنها صالح للشراب. لو كنتهم التبن هنا فيه الغاز، راك شتي هذيك اش دار لي لها السنين ديالها، شمت فيها المزيوده هنا كنعطيها التبن ديال هنا وتشرب الماء ديال هنا، السنين ديال هذا غمسو ديتها خطرتي للسو اللي فرها كيزيد في حالته ما يعطينيش فري. وأمراض قاتلة وموتى وحزن وألم. مناجم الذهب والفضة لا تختلف كثيرا عن المكتب الشريف، كذلك تتسبب هذه المناجم والتي تستغلها شركات مختلفة، تتسبب هذه المناجم في عطش ومرض السكان المجاورين لها، أولئك الفقراء الجوعى والعراة، بحيث يتسبب استعمال المياه الجوفية في كثرة في التصنيع إلى نذرة المياه والجفاف، وأيضا يؤدي إلى تلوث المياه نتيجة المخلفات التي تلقيها، فهي تستعمل مواد كيماوية من أجل استخراج الذهب والفضة ومعادن أخرى. وفي كل الحالات فبالرغم من وجود هذه الثروات الضخمة بهذه المناطق إلا أنها تفتقر لأبسط مقومات التنمية، لا مستشفيات في المستوى تعالج أمراض هؤلاء وتنقذهم من الموت، ولا مدارس، لا مدارس في المستوى لتعليم أبناء هذه المناطق. شاهد على سبيل المثال هذه المدرسة، أقسم لكم أن الدولة غير عاجزة على توفير مدرسة محترمة، الدولة لم تعجز أبدا على أخذ الفوسفات بتجهيزات مهولة، لكنها عجزت عن بناء مدرسة. لكني أؤكد أنها غير عاجزة، إنما تقصد ذلك. هذه المدرسة تدرس فيها معلمة واحدة مسكينة، وأي تدريس، فأصوات المتفجرات والغبار السام يحول دون أي تدريس. المدرسة راك شتيها، شتي حالة قدام هذاك الشيء، والتلاميذ جينا مع عطلة التلاميذ ما كاينينش دابا، كاينه معلمة وحدة تقري جميع المستويات. اما بالنسبه للضجه وداك الغوض داك الشيء الدراري تيقول لك حنا راه ما تنسمعوا حتى شي حاجه مع المعلمه. اغنى منطقه في المغرب بالارض ديالها بالثروه ديالها هو الفوسفات، وافقر جماعه وافقر ناس. دولة غنية وشعب فقير مطحون مريض جاهل بسبب دولة مجرمة في حقها. الحلول. طيب ما هي الحلول؟ هل نتوقف عن استخراج هذه الثروات التي نحتاجها وبشدة واستخراجها من الطبيعي أن يؤدي إلى التلوث؟ إليك الحلول ببساطة. قبل حوالي سنة قام المكتب الشريف للفوسفات والدولة المغربية بمنح مؤسسة هيلاري 28 مليار سنتيم، لأن مؤسستها كتبت تقرير عن هذه الفظاعات واتهمت المكتب بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي النهاية لم تنجح هيلاري وغضب ترامب. طيب لو أن المكتب وزع تلك الملايير على السكان وأعطاهم تعويضات محترمة وجعلهم أغنياء وساعد في تطبيب المرضى، أو أن تقوم الدولة بإخلاء تلك المناطق من السكان القلائل أصلا، واحترمت الدولة الإنسان المغربي، لما احتجنا أن نعطي هيلاري أي شيء، ولما وجدت مؤسستها ما تكتب عن أي انتهاكات أصلا. وهل نحتاج دائما أن نخاف من أن يفضحنا أحدهم لكي نقوم أو ندعي ولو كذبا وزورا أننا نحترم الإنسان المغربي؟
لماذا لا نحترم مواطنينا ونوزع عليهم ثرواتهم أو جزءا من ثرواتهم؟ لما لا تقوم بتنمية تلك المناطق الغنية أصلا؟ لما لا تقوم هذه الشركات بتنمية تلك المناطق الغنية أصلا بثرواتها؟ لما لا تقوم تلك الشركات بتنمية تلك المناطق؟ إنها مناطق غنية والثروة ثروتهم. لكن تظل الأسئلة بلا جواب، ما عدا تفسير بسيط واضح، ألا وهو أن الدولة مجرمة في حق هؤلاء وتقوم عمدا بتكريس هذا الوضع القائم بكل سلبياته. ودول تفكر بهذا المنطق لا تقوم لأمها قائمة على الإطلاق. أنا أقول أنه لا فائدة من وجود هذه الثروة إن لم تعد بالنفع على المواطنين، ولا فائدة من وجود هذه الدولة إن لم تعمل لصالح المواطن، ولم تجعل من المواطن السيد الأكبر والمالك الحقيقي لكل ثروات البلد. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.